السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العربية، يعني من اللغة العربية إلى اللغة العامية مصرية، يعني اللهجة العامية مصرية. هنا هنتعلم إن شاء الله. طيب هنا Egyptian Arabic، هنا Arabic فصحى، يعني ده لغة عامية، يعني لهجة عامية، وده لغة فصحى، ودي هنا يعني English. بعدين أنت مجنون ولا إيه؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا يعني نحن نتكلم احنا مجنون ولا ايه، ده لغة يعني لهجة مصرية. وهنا هل انت مجنون او ماذا؟ هل انت مجنون يعني هكذا، هل انت مجنون يعني are you mad. وهنا نحن نتكلم في اللغة المصرية انت مجنون ولا ايه، دي جيم. يعني في مصر يتكلم بعض الناس يتكلم جيم يعني جيم، وبعض الناس يتكلم جيم يعني غين هكذا. نحن يعني مثلا مسجد يعني مصريون، بعض المصريون يتكلم يعني أهل الصعيد موجود، أهل الصعيد يعني هم يعني ينطقون جيم يعني جيم مثلا مسجد. لكن في مصر أهل القاهرة هم يتكلمون يعني جيم يعني غين مسجد هكذا. طيب أنت مجنون ولا إيه، أو أنت مجنون ولا إيه، ده هل أنت مجنون يعني are you mad هكذا. بعدين أنا مش متأكد إني هعرف أجي، أنا مش متأكد إني هعرف أجي، أنا مش متأكد إني هعرف أجي، يعني أنا لا أعتقد إنني أستطيع الحضور. لا أعتقد يعني I am not sure. إنني يعني أنا يعني I أستطيع يعني I'll be able to come يعني حضور هكذا. طيب أنا مش متأكد إني أعرف أجي، أو أنا مش متأكد إني هعرف أجي، دي لغة إني لهجة مصرية. وهنا لا أعتقد إنني لا أستطيع الحضور، ده فصحى. وهنا إنجليش. أنا واثق فيك، ده لغة فصحى. أنا واثق فيك، ده لغة عامية. أنا واثق فيك. وهنا لغة فصحى أنا أثق بك، أنا أثق بك يعني I trust you. هنا Egyptian Arabic أنا واثق فيك. بعدين أنت بتدخن ولا إيه، أنت بتدخن ولا إيه، دي مصريون ينتقين يعني أنت بتدخن ولا إيه، يعني هل أنت تدخن أو ماذا، يعني do you smoke. هل أنت تدخن يعني سيجارة هكذا الأشياء، يعني أنت بتدخن ولا إيه هكذا الأشياء. يعني في فصحى هل أنت تدخن يعني do you smoke. بعدين شكلك مشغول يعني you look busy، يعني في اللغة الفصحى أراك مشغولا يعني شكلك مشغول. بعدين شكلك تعبان يعني أراك مريضا، يعني you look sick. أراك مريضا يعني شكلك تعبان. أنت جعان ولا إيه، يعني هل أنت جائع، يعني هل أنت جائع يعني are you hungry يعني جائع. وهنا جعان دي لغة يعني لهجة مصرية. أنت جعان ولا إيه، نحن نسأل لحد أنت جعان ولا إيه، يعني هل أنت جائع يعني are you hungry. بعدين ممكن أساعدك يعني can I help you. ممكن أساعدك نحن نستخدمون في اللغة يعني في اللهجة المصرية ممكن أساعدك. وهنا هل يمكنني مساعدتك، دي لغة فصحى. هل يمكنني مساعدتك يعني can I help you. بعدين أنت سمعني ولا إيه، أنت سمعني ولا إيه، يعني do you hear me. ولغة فصحى هل تسمعني، أنت سمعني ولا إيه. واللغة فصحى هل تسمعني و do you hear me. بعدين إحنا نسأل لحد مثلا أنت تعرفنا ولا إيه، دي لغة لهجة مصرية. أنت تعرفنا ولا إيه، يعني do you know us. ولغة يعني فصحى هل تعرفنا يعني أنت تعرفنا ولا إيه. ودي هنا كنا نتكلم كثير يعني في مصر يعني في اللهجة المصرية ولا إيه حاجات دي الأشياء بهل يعني بدلا من هل، يعني هل للسؤال،
هل السؤال في الفصحى، لكن هنا والله ايه ده في اللهجة المصرية، يعني هناك يسأل للسؤال والله ايه، انت اكلت والله ايه، انت نمت والله ايه، انت رحت والله ايه، حاجات كده يعني هكذا الاشياء. يعني هل تعرف، يعني هل تعرفنا، يعني انت تعرفنا والله ايه، ده do you know us. انت اكلت والله ايه، انت اكلت والله ايه، انت اكلت والله ايه. هنا لغة يعني فصحى. هل أكلت، هل أكلت يعني have you eaten، يعني هل أكلت. وهنا في اللهجة المصرية مفروض أنت أكلت، مفروض هنا موجود همزة أو ألف، لكن هنا هم يستخدم يعني عند الكتابة هم ينطقون يعني أنت أكلت والله، أنت أكلت والله، هكذا الأشياء هم يستخدمون. أنت أكلت والله، لا أنا ما أكلتوش، يعني أنا لم آكل. طيب ممكن أقعد معك، ممكن أقعد معك. هنا can I sit with you، يعني هكذا الأشياء في اللغة الفصحى. هل يمكنني الجلوس معك، هل يمكنني الجلوس معك، هل يمكنني الجلوس معك، يعني can I sit with you، ده اللهجة المصرية. ممكن أقعد معك، ممكن أقعد معك. هنا أنا تكلمت قاف. في مصر قاف يعني يتكلم بعض الناس يتكلم قاف يعني همزة، وقاف يعني غين، هكذا الأشياء. لكن دي يعني بعض الأوقات أو اسمها دي بعض الكلمات، مش كله. مثلا الناس لو يتكلمون القاهرة، مفروض قاهرة يعني آهرة أو قاهرة، لكن هم مش يستخدمون في القاهرة يعني همزة أو غين، هم يتكلم قاف يعني قاف، هكذا. يعني بالسماعية شوية شوية، يعني قليل قليل نحن نتعرف، هكذا الشيء. طيب ممكن أقعد معك، ممكن أقعد معك، لكن هم يتكلمون، هم ينطقون في اللهجة المصرية. ممكن أقعد معك، ممكن أقعد معك، أو ممكن أقعد معك، هكذا الأشياء. بعدين بتسأل ليه، بتسأل ليه يعني لماذا تسأل، why do you ask. بتسأل ليه، بتسأل ليه يعني لماذا تسأل، ليه يعني لماذا، بتسأل يعني تسأل. why do you ask. بتكذب ليه، بتكذب ليه يعني لماذا تكذب. why do you lie، why do you lie. هنا بتكذب ليه يعني تكذب، هنا بتكذب ليه. هنا دال يعني في اللهجة المصرية ذال، مفروض بذال، لكن هم يستخدمون ذال يعني دال. مثلا خذ يعني خذ، أخذت يعني أخذت، هكذا. يعني في اللهجة المصرية دال يعني ذال يعني دال، هكذا. بتكذب ليه مفروض تكذب، زي هكذا، يعني مثل هكذا. لماذا تكذب، why do you lie، يعني بتكذب ليه. وهنا أنا مضيقك، هنا أنا مضيقك يعني قاف يعني همزة أو طيب لو تستخدم غين أنا مضيقك، هنا أنا زهقتك يعني زهقتك، هكذا. وأنا مزعلك، هنا أنا بضايقك، هكذا الأشياء هم يستخدمون. وهنا قاف يعني همزة، تقدر تستخدم همزة أو تقدر تستخدم غين. وهنا هل أنا أزعجك، هل أنا أزعجك يعني am I boring you، هكذا. بعدين بتتكلم بجد، بتتكلم بجد يعني are you serious، هكذا. يعني بتتكلم بجد يعني هل أنت جاد، هل أنت جاد يعني أنت تتكلم يعني صدق بالصدق، أنت تتكلم يعني صراحة، يعني اسمه يعني لا يعني أنت تتكلم يعني صدق، هكذا الأشياء، أو بالحقيقة، هكذا الأشياء هم يستخدمون. بتتكلم بجد، بتتكلم بجد، هكذا هم يستخدمون are you serious. طيب هنا ممكن تلاقي الشارع، ممكن تلاقي الشارع قاف، يعني أنا قلت قاف يعني همزة أو قاف يعني غين، لكن أنا يعني في كثير من المكان أنا أستخدم قاف يعني غين، هكذا الأشياء. طيب ممكن تلاقي الشارع، ممكن تلاقي الشارع يعني can you find the street، can you find the street يعني هل يمكنك إيجاد الشارع، هل يمكنك إيجاد الشارع. هنا في اللهجة المصرية ممكن تلاقي الشارع أو ممكن تلاقي الشارع. وبرضو تقدر يعني أنت تستطيع أن تتكلم دي، يعني تستطيع أن تستخدم دي الكلام برضو، يعني تعرف توصل للشارع، تعرف توصل للشارع، أو
تقدر تلاقي الشارع أو تقدر تلاقي الشارع هكذا. تقدر تلاقي الشارع، تعرف توصل للشارع، أو ممكن تلاقي الشارع. يعني ثلاثة دي، واحد اثنان ثلاثة، دي ثلاثة يعني ثلاثة جمل معناها هل يمكنك إيجاد الشارع أو can you find the street. بعدين أنت تعرفه، أنت تعرفه أو أنت عارفه، يعني هل أنت تعرفه، يعني do you know him. do you know him يعني هل أنت تعرفه أو أنت تعرفه أو أنت عارفه. أنت دكتور يعني هل أنت طبيب، يعني are you a doctor. أنت جديد هنا، ده اللهجة المصرية. أنت جديد هنا، أنت جديد هنا، أو أول مرة تيجي هنا، أو أنت لسه جاي هنا ولا إيه. يعني ثلاثة برضو، هنا واحد، هنا اثنان، هنا ثلاثة. ثلاث كلمات يعني أنت يعني تستطيع أن يعني تستطيع أن تهجم في اللهجة المصرية. ده هل أنت جديد هنا، دي الكلام. يعني هذا الكلام يتكلم ثلاث مرات، يعني ده ثلاث جمل. أنت جديد هنا، أو أول مرة تيجي هنا، أو أنت لسه جاي هنا ولا إيه، هكذا. وهنا are you new here، are you new here. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنلتقي في فيديو الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.